السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة انتهت الجولة التانية من الدوري الممتاز المصري. طيب بقى الترتيب النهاردة بعد الجولة التانية ما انتهت: الأهلي رقم واحد، رقم اتنين الزمالك، التالت اتحاد سكندري، الرابع بيراميدز، الخامس نادي المصري البورسعيدي. الحقيقة إنه إحنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الجولة الأولى وعن ماتش الزمالك والبنك الأهلي، وانه كان في ضربة جزاء اتحسبت على البنك الاهلي في اخر الماتش للزمالك وفاز بيها بنقاط المباراة وهو لا يستحق. وقلنا الكلام ده اداء تحكيمي ممتاز، وطلع بعد كده تسريب للحكم محمد عادل وهو بيتكلم بتاع الفار، واتضح ان هو ما كانش مقتنع ان هو يحسب ضربة الجزاء، وناقش حكم الفار وقال له القانون بيقول ان هي جايه من الارض وان هي ما تنفعش تتحسب وبتاع. وفي الاخر اتفاجئنا ان هو نزل حسب ضربة جزاء. يعني انت قلت حاجة عكس، يعني فسرت القانون صح، واتناقشت مع حكم الفار وقلت له لا انا مش هحسب، وبعد كده نزلت رحت مصفر ضربة جزاء. وقصة كبيرة دايرة جدا. ما عداش كام يوم دلوقتي والنهارده ماتش سموحة، الزمالك كسب سموحة 2-0. اي حد هيقرا ما اتفرجش على الماتش وهيقرا العنوان كده مش هيعرف ايه اللي بين السطور. الحقيقة ان هو هيشوف ان 2-0 للزمالك، يعني الزمالك كان مسيطر على كل مجريات الماتش وجاب هدفين والدنيا كويسة خالص، صح كده؟ لا، الحقيقة مش ده اللي حصل. الحقيقة انه الهدف الاول كان خطأ من الهاني سليمان. ناصر منسي ضغط عليه وخد منه الكورة وقدر ان هو يحرزها هدف، ودي حاجة يعني كبداية لنادي الزمالك كانت كويسة جدا في الماتش. بس على مستوى الاداء طول الماتش سموحة هو اللي مستحوذ على كل الكرات في الشوط الاول وفي الشوط التاني. مفيش اي خطورة خالص لنادي الزمالك في غياب زيزو وفي غياب ناصر ماهر. اصبح الزمالك ما عندوش اداء هجومي قوي زي ما كنا بنشوف في الماتشات اللي فاتت. طبعا بناء عليه ابتدينا نشوف في الماتش حاجات غريبة جدا. الحالات التحكيمية فيها جدال اكتر من الماتش بتاع البنك الاهلي. يعني النهارده في طرد لعمر جابر. عمر جابر داخل على رجل اللعيب، على انكل القدم بتاع اسلام جابر، وكرة تستحق الطرد ما خدش فيها طرد. طيب بعد شوية حصل ضربة جزاء ل عبد الكريم الوادي برضه لم تحتسب. معرفش ليه يعني. استكملنا الماتش، فضل 1-0 لغاية آخر الوقت. لغاية آخر الوقت. طب إيه اللي حصل؟ الزمالك أحرز الهدف التاني من هدف مصطفى شلبي، كان جوه 6 ياردة متسلل، 100% تسلل. حكم الفار احنا عارفين انه اي هدف بيحرز بيتم مراجعته من الفار وبيأكدوا مع حكم الساحة. اللي حصل ان الحكم الفار أكد الموضوع وخلاص والماتش خلص. اتفاجئنا انه يعني مفيش مراجعة من الفار يعني. والكلام كله ده دلوقتي داير انه الفار كان معطل. بيتكلموا على اساس ان الفار كان معطل. كل الكلام ده طلع بعد الماتش، انما وقت الماتش انت كنت فين؟ وبعدين الكرة اصلا واضحة، ده حامل الراية يحسبها من اول لعبة. الكرة وهي بتلعب من المسلوسي بالدماغ عشان ترجع لمصطفى شلبي جوه ال6 ياردة، كان مصطفى شلبي متسلل، واضحة جدا. يعني من أول لقطة مش محتاجة مراجعة. تخيل بقى كمان إنه حكم الفار ما يراجعهاش وتحسب، والزمالك يضيف هدف تاني في عز إنه كان سموحة ضاغط وكان ممكن يقدر يحرز التعادل. فأنت النهاردة حاجات غريبة جدا بتحصل في الملعب. ولعيب يكون مثلا المفروض يطرد ما يطردش، ضربة جزاء ما تحسبش. آه، لصالح مين يعني الكلام ده؟ لصالح مين؟ عشان ايه يعني يتعمل؟ فنتمنى يكون في اصلاح فعلا لمنظومة التحكيم في مصر، ونتمنى يعني ان شاء الله يكون في اصلاح لمنظومة التحكيم المصري. وزي ما ناس كتير قوي طلبت بان هو يبقى في خبير اجنبي يدير المنظومة، ده لابد منه دلوقتي في الوقت الحالي، لانه لازم الناس دي تتطور من ادائها شوية، والناس دي ما تبصش للون الفانيلا، ولازم يبقى في مراعاة كل حاجة، لان الدوري السنة دي صعب. الدوري السنة دي يا جماعة من جولة واحدة، دور أول فقط، وبعد كده التسعة الأولانيين هيصفوا مع بعض على نهاية الدوري وعلى بطل الدوري، والتسعة التانيين هيلعبوا على الهبوط. فالموضوع صعب، كل نقطة النهاردة بتفرق مع الأندية دي. فنتمنى إن شاء الله يكون القادم أحسن، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.